بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الإخوة الأخوات، متتبعي مؤازري جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان. الموضوع ديالنا مستمر حول ما نتوصل به من ما نعتبره خروقات في المستشفى الحسنية بالناظور. اليوم غادي نهضروا على واحد الشق آخر، وهو كيتعلق في إطار نهار كيفاش كيكون شي مواطن كيتلقى العلاج مثلا في المستشفى، باش كيجي كيخرج كيوقع له مشكل في الفاتوره. وكذلك غادي نهضروا على موضوع ديال لامور، او نهار كيتوفى شي واحد من الاسر ديالنا ومن العائله ديالنا، ما كيبغيش الاداره تسلموا المواليه الاسره ديالو العائله ديالو. وغادي نتكلموا في مشاكل عاوتاني عامه كتعلق في اطار التسيير ومدى احقيه المستشفى في هذا السياق. الواقع الإخوة الأخوات، عدد كبير من المواطنين والمواطنات كيزورون المستشفيات العمومية، ومن بينهم على سبيل المثال المستشفى الحسني بالناظور، وكيتلقاو تبع العلاجات الضرورية، وكيكونوا اوسبيتاليزي، يعني كيشدوا ناموسية وكينعسوا فيها حتى يتلقاو العلاجات ديالها. ونهار كيتلقاو العلاجات ديالو، اما الدوله كتعالج 100%، ولا كيمشي كيشري الدواء ديالو وكيتعالج. ونهار كيبغي غادي يمشي يخرج، وكيعطي له الطبيب ورقه ديال الخروج من المستشفى، خصو لابد يدوز على الكيسي، لابد يدوز على الصندوق باش يخلص المسائل والواجبات ديالو اللي خصها تخلص. بطبيعة الحال نحن نطالب جميع المواطنين والمواطنات باش غادي يخلصوا الواجبات ديالهم طبقا للقانون، ولكن في بعض الأحيان كيكونوا ناس معسورين ما عندهمش باش غادي يخلصوا. ما كاينش شي واحد غادي يقول لي التامين التضامن شامل وهذه المسائل، لا كنهضروا على انسان ما عندوش حتى شي حاجه وما عندوش باش غادي يخلص ولا غادي يثبت الخلاص ديالو. هنايا هل المستشفى من حقها تمنع السيد ما يخرج وتحط له جوج العناصر السيكوريتي، واحد على اليمين واحد على اليسار، كانها اعتقلته باش ما يخرج؟ واش من حقها؟ كنجزم لكم بان ما محقهاش. المواطن باش كيصرح عند الصندوق بانه ما عندوش باش غادي يخلص كيدار بان السيد امتنع عن الاداء. السيد كيخرج، المريض كيمشي لدارو، وهنايا المستشفى الا بغات دير الاجراءات ديالها باش تضبط المحاسبات ديالها، يمكن لها دير شكايه بالمعني بالامر وتحيلها على النيابه العامه، والنيابه العامه كدير البحث ديالها باش تستخلص هذا الدين اللي كيولي دين عمومي لصالح المستشفى. اذا المستشفى ما محقاش توقف شي واحد تقول له لا ما محققش تخرج. وبهذه الطريقه هذه رساله للمواطنين وتنبيه للمسؤولين ديال المستشفى الحسني. غادي نزيدوا واحد المساله اخرى اللي هي مساله خطيره ايضا. صوروا معايا بان اي واحد منا وقعت له اكسيدون ولا مشى في حاله مستعجله لقسم المستعجلات في المستشفى الحسني ولا اي مستشفى اخر، كتلاحظوا مزيان بانه غير كتدخل كيعطيو لك واحد الورقه كيقول لك دوز الصندوق تخلص، واحد 40 درهم ولا 30 درهم ديال الخلاص باش تجيب له الورقه للطبيب بانك خلصتي. راه باش كتدخل لقسم المستعجلات، راه كل دقيقه كل ثانيه ديال داك السيد اللي كيكون في حاله حرجه محسوبه. يمكن يوقع خطا بسيط والسيد يمكن يفقد الحياه ديالو، بما يبين باش كتقول له سير خلص عاد غادي نجي ندير لك الدواء، بما يبين بان المستشفى والمسؤولين والاطر الطبيه وكل من ساهم في ذلك عرض الشخص للخطر. وهنايا الا وقعت له شي حاجه لذاك السيد اللي مشى للمستعجله في حاله خطيره وانت عاد كتصيفطو يمشي يخلص وكدير معاه الاجراءات الاخرين وهو خصو العلاج، كتكون ساهمتي في اي تدهور في الصحه ديالو لانك ما قدمتيلوش المساعده في حاله استعجاليه. وحتى هذه كنبهوا فيها المسؤولين على المستشفى الحسني، وكنبهوا فيها كذلك المسؤولين على باقي المستشفيات العموميه ديال الدوله. المواطن خط احمر. اما هنا واحد المساله اللي كتاثروا فيها بزاف، نهار كيوقع شي مأساة وكنفقدوا شي واحد من الناس اللي قراب منا ولا عز علينا ولا شي خونا من المواطنين كيتوفى في داخل المستشفى، وكنشدوه كنديوه لامور. لامور هي المكان فين كيديروا الموتى، اللي هي اصلا
تابعة للمجالس الجماعية، هي اللي كتبنيها وهي اللي كتسيرها، ولكن كيصيفطوا لها من المستشفى الجثث نتاع المواطنين والمواطنات تما. هنايا بغيت غادي نقول بان المستشفى كتولي كتطلب باش كتمشي نتايا كتهز الورقه باش كتهز الجثه نتاع الفقيد ولا الفقيده، باش كتبغي تهزهم كتولي كتلقى الصراع مع المستشفى، كيقول لك لا خلص المبالغ اللي دوزها تما السيد كامل. السؤال، هل المستشفى ملزمه تطلب الناس غادي يخلصوا قبل ما تهز الجثه؟ هنايا بغيت غادي نقول بان الاجتهاد القضائي فصل في هذا الشيء هذا، وبان اي واحد الا مشى غير عند النيابه العامه غادي تعطي له امر فورا باش غادي يهز الجثه والدفن. لان هنايا الاداره ديال المستشفى من الطرف وعلى راسهم كذلك مستشفى الحسني كتقوم بالشطط في استعمال السلطه وكتجاوز الصلاحيات ديالها، لان السيد نهار كيموت شرعا طبقا للشريعه الاسلاميه ما كيبقى عنده حتى شي حاجه، كل شيء داك الشيء ما يملكوه كيولي باسم الورثه. وبهذه الطريقه هذه الا ما جاش شي واحد وبغى يخلص كتسلم الجثه للورثه، والمستشفى كترفع دعوى قضائيه من اجل استخلاص الديون العموميه من الورثه. نهار كيمشيو يديروا الاراثه والمسائل خصهم يحيدوا الاول الديون العموميه ومن بينهم الفلوس ديال المستشفى. الا ما دارتش هذه الاجراءات هذا ما المسطره كتكون غير قانونيه، وان ما يقع هنا في المستشفى الحسني في الناظور على سبيل المثال وباقي المستشفيات هذا اجراء تعسفي في حق المواطنين وحق المواطنات، وهذا كي كنقول هنايا الحقره، وكفى من الحقره، كفى من الحقره في هذه البلاد. لان الدوله وفرات الترسانه القانونيه، وفرات الخدمه كيفاش خصها تخدم الامور، ولكن بعض المسؤولين كيديرون اللي في راسهم. المسطره هكا خصها غادي تكون، وإلا كان شي مسؤول من المسؤولين كيقول بان ما عنديش الحق، انا مستعد باش نسمعوا ونتكلموا معاه ونشوفوا هذه المسائل هذه ونشوفوا الحق اللي عنده هو باش يطبق هذه الاجراءات هذه. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.